السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب. شفت العيدية بتاعت الأهلي؟ عيدية متنكرش إنها عادية، عيدية من العيار التقيل. الأهلي أصلا بقاله كام شهر عمال يدينا في عيديات على وضعها، إشي تريزيجيه وإشي محمد علي بن رمضان وإشي أشرف بن شرقي وقبلها إمام عاشور ورمضان بيكهام وسيحة والنهاردة يا باشا الختام، مسك الختام أحمد السيد زيزو من قلب 100 عقبة من عندهم، نشلوا كده، خطفوا خطف كده بجد بجد بجد. شابوه لإدارة النادي الأهلي على الميركاتو بتاع الفترة دي، ميركاتو وتجهيز لكأس العالم على أعلى مستوى. في فترة احنا مسكنا إدارة النادي الأهلي سلخناها، فترة ما كانش عندنا في الفرقة خط هجوم غير يمكن حسين الشحات وطاهر، وكان بيتم الاعتماد على محمد عبد الله بشكل كبير أحيانا، وكان بيتم الاعتماد على وسام، ولما وسام كان بيتصاب لما بيبقى لوحده بيلعب بطاهر هجوم أو بيلعب باللي هو الناشئ سمير محمد. فكان في فترة الفرقة هجوميا كانت رايحة في داهية، احنا الإدارة دي وقتها الفترة دي سلخناها، ومن ساعتها يا باشا عينك ما تشوف الا النور. صفقات من العيار التقيل حرفيا. السكواد بتاعك احسن سكواد في افريقيا بلا منازع، انت عندك احرف لعيبة في افريقيا وفي مصر في النادي الاهلي. فاحنا زي ما مسكنا مجلس إدارة النادي الأهلي وتحديدا كابتن محمود الخطيب الفترة دي وسلخناها، دلوقتي بجد شابوه، صفقات على أعلى مستوى، أفضل تجهيز لكأس العالم للأندية، صفقات من العيار التقيل، سواء على مستوى نص الملعب سواء على مستوى خط الهجوم. خط الدفاع يعني هو اتعمل صفقة أحمد رمضان بيكهام، صفقة مش وحشة. في عندك أشرف داري، في عندك ياسر إبراهيم. يعني أنا شايف إنه في نقص في خط الدفاع شوية، بس أنت عندك لعيبة إن شاء الله قدها وإن شاء الله الفرقة، يعني أنا بإذن الله متفائل إن هم هيظهروا بشكل كويس في كأس العالم للأندية وهيشرفونا، هيرفعوا راسنا، هيوصلوا لأدوار كويسة، لأن الناس دي اشتغلت، وإن شاء الله الشغل ده اللي اشتغلوه يعني تعبهم ده مش هيروح هباء. مبروك النادي الأهلي الصفقات الجديدة، كل سنة وانتم طيبين، مستنيينكم في كأس العالم. سلام عليكم.